الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افترسوا ولا تختلفوا واسد الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا
أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فلا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يجمعنا ولا يجلم تبارك الله فلك الحمد نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب إله ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai pentingnya fadilah tentang ilmu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid hanya berniat untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Barang siapa pergi ke masjid hanya berniat untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berhaji yang sempurna. Hadis riwayat Tabrani. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajarkanlah agama pada manusia, permudahlah dan jangan mempersulit, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajarkanlah agama pada manusia, permudahlah dan jangan mempersulit, hingga akhir hadis. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisuqil madinati fawaqafa 'alaiha faqala ya ahlas suq ma a'jazakum, qalu wa ma dzaka ya Aba Hurairah, qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum ha huna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu, qalu wa ainahu, qala fil masjid. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم، قالوا يا أبو هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال وحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika ia lewat pasar Madinah, kemudian ia pun berhenti di sana, lalu ia berkata, wahai para orang-orang yang ada di pasar, betapa lemahnya kalian. Mereka berkata, ada apa wahai Abu Hurairah? Ia berkata, warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan, sedangkan kalian berada di sini. Pergilah untuk mengambil jatah kalian. Mereka bertanya, di manakah itu? Abu Hurairah berkata, di masjid. Lalu orang-orang pasar bergegas pergi, sedangkan Abu Hurairah berdiri menunggu mereka hingga mereka kembali. Lalu ia berkata pada mereka, apa yang kalian dapatkan? Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid lalu masuk ke dalamnya, namun kami tidak melihat sesuatu pun sedang dibagikan. Lalu Abu Hurairah berkata pada mereka, apakah yang kalian lihat di sana? Mereka berkata, kami melihat ada orang-orang yang sedang mengerjakan sholat, ada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, dan ada orang-orang yang sedang bermuzakarah tentang perkara halal dan perkara haram. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, payah kalian, itulah warisan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani. An Abdullah ibn al-Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan faqqahahu fid dini wa alhamahu rusydah. Dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memberikannya kepahaman tentang ilmu agama dan memberikannya taufik kepada jalan kebenaran. Hadis riwayat Bazzar dan Tabrani. Dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memahamkannya tentang ilmu agama dan memberikannya taufik kepada jalan kebenaran. Hadis riwayat Bazzar dan Tabrani. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Harun al-Abdi rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tikum rijalun min qibalil masyriqi yata'allamuna fa idza ja'ukum fastawsu bihim khairan, qala fakan Abu Sa'id idza ra'ana qala marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Harun al-Abdi rahimahullah, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang kepada kalian orang-orang dari arah timur untuk belajar agama. Jika mereka datang pada kalian, aku berpesan agar kalian memperlakukan mereka dengan baik. Abu Harun berkata, apabila Abu Sa'id melihat kami, ia berkata, selamat datang wahai orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Abu Harun al-Abdi rahimahullah, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang pada kalian orang-orang dari wilayah timur untuk belajar agama. Jika mereka datang pada kalian, aku berpesan agar kalian memperlakukan mereka dengan baik.
Abu Harun berkata, apabila Abu Sa'id radhiyallahu anhu melihat kami, ia berkata, selamat datang wahai orang-orang yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Bab tentang pesan agar memperlakukan pencari ilmu dengan baik. Alhamdulillah kita dengar beberapa hadis tentang fadilah pentingnya menuntut ilmu. Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وإذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه